أهلا بكم من جديد مع فيلم جديد. بيبدأ فيلمنا سنة 2024 في معمل روسي، واللي بيتعمل فيه تجارب على عقول الأطفال لأنه بيكون لسه صغيرين ويقدروا يستوعبوا كمية بيانات كبيرة. وفجأة بيرن جرس الإنذار، وبكده بنعرف إن في طفل هرب من المعمل، وبنشوف حراس المنظمة كلهم بيطلعوا ورا الطفل ده واللي بيكون اسمه زيتا، وبيفضلوا يدوروا عليه في كل مكان ومش بيلاقوه، وده بسبب إن زيتا خطير جدا، وإن كل التجارب اللي اتعملت عليه نجحت وحولته كأنه طفل خارق وبيقدر إنه يهرب منهم. وبنشوفه هو بيستخبى في القطر لغايه لما بيتحرك بيه، وبكده زيتا بيكون هرب من المكان خالص. وبعدها بنروح على مدينه جوا وبنشوف موستو اللي بيكون قاعد بيعمل مساج وبيظبط في نفسه ومش شاغل نفسه باي حاجه تانية، لغايه ما بيجيله تليفون من الضابط كوميش وبيساله عن مكانه، وبيساله كمان عن الاوامر اللي اداها له وان قال له يقبض على ديسوازا ولا يعني يجي له هو ويتصرف معاه. ساعتها موستو بيرد عليه وبيقول له انه ما يشغلش باله، واعتبر يعني ديسوازا واللي معه بقوا عنده خلاص. وبعدها موستو بيروح يبلغ فرانسيس بالكلام ده. واحب اوضح لك عزيزي المستمع ان فرانسيس ده بطل فيلمنا الجامد اللي محدش يعرف يعمل معاه حاجه، وهو اللي بينفذ المهمات، انما موستو ده بقى بيكون شغال معاه مش اكتر. ولما بيعرف فرانسيس اللي حصل بيدخل على رجال ديسوازا وهو بيلبس هدومه وبيشرب من الازازه وبيفضل يضرب فيهم يمين وشمال، وبيمسك ديسوازا وبياخده معاه على العربيه بتاعته، وبيكون في العربيه مستنيه موستو. طول الطريق بيكون موستو بيعمل حركات بالعربيه وهو مبسوط لانهم رايحين على كوميش علشان ياخدوا فلوسهم لانهم خلاص نفذوا المهمة. لكن في الطريق بتقابلهم أنجلا، ودي بتكون هي كمان شغالة زي فرانسيس وبتمسك المجرمين مقابل الفلوس. وطول الطريق بتفضل تتخانق مع فرانسيس لغاية لما بيوصلوا هما الاتنين في نفس الوقت الكوميش، اللي أول ما بيشوف ديسوازا وقع على عربية أنجلا بيديها هي الفلوس على أساس هي اللي مسكته. وفرانسيس بيتضايق منها وبيفضل يتخانق معها لأنها هي اللي أخدت الفلوس، وبيزهق منهم كوميش وبيمشي وبيسيبهم. وبعدها بنرجع تاني من جديد لروسيا وبنشوف كل اللي شغالين في المعمل وهم بيتابعوا تحركات زيتا، وده عن طريق الشريحة اللي بيزرعوها في دماغ أي طفل عندهم. ولما بيعرفوا إنه وصل لجوا بيستغربوا جدا، لأنه من المفروض إن زيتا مش بيعمل أي حاجة كده وخلاص، لأنه كل حاجة بيعملها بيكون ليها سبب. وبيسألوا نفسهم إيه اللي وداه جوا وإزاي يكون في علاقة بينه وبين أي شخص هناك. وبعدها بنرجع من تاني لجوا عند كوميش، واللي بيجيب أنجلا وفرانسيس علشان بيكون في مهمة جديدة، والمرة دي الهدف بيكون واحد اسمه جيتو، وده بقى بيكون مجرم مشهور ومحدش قادر يمسكه ولا يجيبه. بس المشكلة بقى مش بتكون في جيتو نفسه، وبتكون في أخوه اللي اسمه كامبوتا، واللي بيكون زعيم عصابة في مومباي، ولو عرف إن لو حد قرب من أخوه هيقتله. وبما إن المهمة المرة دي صعبة جدا ومعقدة بيقول لهم كوميش إن اللي هيمسك جيتو هيديله 1.5 مليون. وبعدها بيبدأ فرانسيس وموستو يدوروا في كل مكان على جيتو، وفي نفس الوقت بتكون أنجيلا شغالة بكل هدوء وبتروق أعصابها لغاية ما فرانسيس بيعرف إن جيتو موجود على اليخت بتاعه، وبياخد موستو بسرعة وبيروحوا على هناك. ولما بيوصلوا لهناك بيشوفوا جيتو نايم ومش دريان بحاجة في الدنيا خالص. ولما بيصحي موستو علشان يقبض عليه، جيتو بيطلع المسدس وبيحاول ان يقتل بيه موستو. ساعتها فرانسيس بيروح يساعد صاحبه وبالغلط بتطلع طلقة بتقتل جيتو، وموستو بيكون مرعوب جدا وخايف ان كامبوتا يعرف انه قتل اخوه وهيقتله هو كمان. لكن فرانسيس بيطمنه وبيقول له ما يشغلش باله وانه كمان محدش يعرف عنهم حاجة. وقبل ما يخلص كلامه بيتفاجئ بزيتا واقف قدامه وعمال يبص على فرانسيس بطريقة غريبة، لكن فرانسيس بيهرب بسرعة هو وموستو. وبيبلغوا كوميش باللي حصل بان جيتو اتقتل بالغلط، وكوميش بيقول لهم انهم يختفوا قبل ما كامبوتا يعرف. وتاني يوم بتروح لهم أنجيلا علشان تعرف ايه اللي حصل. ساعتها موستو بيقول لهم ان هو قتل جيتو بالغلط بس ما حدش شافه. ومن جديد بيظهر زيتا بس المرة دي بيشاور على موستو، وده معناه انه فعلا عارف هو اللي قتل جيتو. وبعدها زيتا بيتعب جدا وبياخدوا فرانسيس وموستو على المستشفى علشان يكشفوا عليه. ولما الدكتورة بتشوف الأشعة اللي اتعملت على مخ زيتا بتقول لفرانسيس ان أول مرة في حياتها تشوف أشعة زيها، وعشان كده لازم انها تاخد رأي متخصصين قبل ما تشخص الحالة. وبعدها بنشوف كوميش وهو بيتصل بفرانسيس وبيقول له يخلي باله لان في كاميرات مراقبه جابت صورته هو وموستو وكمان زيتا وهم في يخت جيتو، وان لو الصور دي وصلت لكامبوتا هيعرف كل حاجه وانه هيحاول يمسحها قبل ما تتنشر. وبعدها بنشوف فرانسيس وهو مع زيتا في البيت، وبيكون فرانسيس حاسس ان في علاقه غريبه بتربطه مع زيتا من غير ما يفهم السبب. بس الغريب ان زيتا كان دايما بيرسم ذكريات قديمه من الماضي وهو مش فاهم ايه ده لغايه دلوقتي. وتاني يوم بيروح فرانسيس مع زيتا وموستو علشان يقابلوا أنجيلا يمكن تساعدهم بحاجه. بس فجاه بيوصل كامبوتا ورجالته وبيدخلوا علشان يخلصوا على كل الموجودين. وفرانسيس اول لما بيشوف المنظر بيترعب جدا وبيكون خايف جدا على زيتا وبيكون عايز ينقذه، بس مش بيكون عارف ان زيتا ممكن يقوم بيهم لوحده اصلا. خلصوا منه بكل سهوله
سهولة، وكمان بيخطفوا زيتا بعربياتهم وبيمشوا بسرعة، وبيطلع يجري وراهم فرانسيس بكل سرعته علشان يلحقهم وينقذ الطفل، لأن بيكون حاسس إن في حاجة بينهم بتربطهم ببعض غريبة. وهنا بنرجع بالزمن لورا لسنة 1070، وفي الوقت ده كانت جيوش الرومان متجمعة علشان تهجم على 5 جزر موجودين في نص المحيط الهندي، والجزر دي طبعا كانت مطمع للجيش الروماني بسبب الأعشاب والذهب اللي فيها. وطبعا الرومانيين كانوا فاكرين إن الدنيا بتكون سهلة وإنهم يقدروا يدخلوا الجزر دي ويحتلوها بكل سهولة وبعدها بيمشوا عادي، وإن كل اللي كان مضايقهم بس إن هم مش عارفين يبدأوا من أنهي جزيرة فيهم، وعشان المهمة تكون سهلة ليهم بيجيبوا واحد اسمه كادوفا، وده بيكون واحد من سكان الجزر دي، وبيشغلوا معاهم جاسوس بمقابل انه ياخد فلوس. وفعلا كادوفا بيجمع سكان اول جزيرة كلهم في مكان واحد علشان مهمة الرومان تكون سهلة عليهم. وفجأة والناس قاعدين بيهجموا عليهم الرومانيين وبيقتلوا اي حد يقف قدامهم بكل سهولة، ومش بس كده ده كمان بيقطعوا ايديهم علشان ياخدوا الذهب منها. وبعد ما بتخلص المجزرة دي بيروح كادوفا يقابل قائد الرومان علشان ياخد فلوس، وبعد ما خان قابلته وكادوفا بيقول لقائد الرومان انه ما كانش ليها لازمة قطع الايدين، لكن قائد الرومان مش بيهتم لكلامه وبيطلب منه يظبط الجزيرة اللي بعدها علشان ما يضيعش وقت. بس اللي ما كانش حد عامل حسابه ان قائد الجزيرة التانية دي مش زي اي قائد، وانه مقاتل جبار مش بيرحم وبيموت اي حد بيجي في سكته، وده بيكون اسمه كانجوفا، وبيعرف بخيانة كادوفا وبيستناه يوصل جزيرته علشان يجمع الناس. وفجأة بيوصل كانجوفا وبيطلع يجري على كادوفا، واللي بيكون واقف مكانه مش عارف يروح فين. وفجأة بينادي كانجوفا على كل جنوده، واللي بيطلعوا حرفيا من كل مكان في الغابة وبيحاصروا كادوفا. بس للأسف بيكون الجيش الروماني وصل في اللحظة دي، وللأسف ليهم مش لكانوفا طبعا، واللي طلع يجري بكل قوة من كل الجنود الرومان وهو بيهرب من ضرباتهم لحد ما أخذ رمح وهو بنفسه نزل ضرب وقتل فيهم واحد ورا التاني، وبيمسك الرمح وبيفضل يلف بيه في الجو، واللي بيجوا قدامه بيقتلوا بيه. وبيفضل كانوفا يقاتل بكل قوته لدرجة إن محدش من الرومان قادر يقف قدامه، وبعدها بيطلع سيفين وبيقتل بهم بقوة أكبر من أي حد يقرب منه، لغاية لما بيخلص على كتيبة جيش رومان كاملة لوحده. وكمان مش بيسيب كادوفا الخاين وبيمسكه، وبيكون كادوفا فاكر نفسه بطل وبيحاول انه يقتل كانجوفا، لكن كانجوفا بيتغلب عليه وبيمسكه وكمان بيقطع ايديه وبيربطه وبياخده معاه على الجزيرة علشان يقدمه قدام الناس كلها ويكون عبرة لأي حد يفكر انه يخون. وكمان يعرفوا ضريبة الخيانة عند كانجوفا، وبيكون ابن كادوفا ومراته عمالين يعيطوا، وكمان قبيلة كادوفا جت علشان تدافع عنه، لكن لما عرفوا بخيانته سابوا كانجوفا يعمل فيه اللي هو عايزه. وفعلا كانجوفا حرقه وهو عايش علشان يكون عبرة لغيره أو أي حد يشتغل مع الرومان. وتاني يوم بنشوف كانجوفا الأطفال عمالين يضربوا في ابن كادوفا وبيقول عليه ابن الخاين. ساعتها كانجوفا الكلام ده مش بيعجبه وبيخليهم يحترموه لأن الابن ملوش أي ذنب في اللي أبوه عمله، وبيرجع يضرب الجنود من جديد لأنه عارف إن الرومان أكيد هيرجعوا من تاني. وفعلا بعدها بكم يوم الرومان جمعوا نفسهم من تاني، بس المرة دي كان عندهم خطة جديدة وهو التسلق على الشجر علشان محدش يعرف مكانهم ويغفلوا أي حد يقرب منهم. وبعدها بياخد كانجوفا جيشه وبيدخل بيه على الغابة، بس الرومان بيقتلوا كم واحد، وساعتها بيحس كانجوفا انهم بيتغفلوا وان الرومان عملوا لهم كمين، وبيروح هو بنفسه يحس حركة الشجر علشان يعرف مكان الرومان فين لحد ما بيعرف مكان الرومان. ساعتها بيمسك جذع شجرة وبيمسكه على ظهره وبيفضل يضرب بيه في اي حد يقرب منه، وبيهجم على الكل لغاية ما بينيمهم. وبعدها بيطلع السفين وبيهجم بيهم على اي حد بيجي على سكته، وبعدها بيجيب نابين فيل وبيمسكهم في ايده وبيفضل يقتل بيهم. وفجأة بيظهر ابن الخاين في نص المعركة وبيطعن كانجوفا في صدره وبيطلع له السيف من ظهره وبيهرب من المكان. وساعتها قائد الرومان بيفتكروا انه بقى كده خلاص هيقدر على كانجوفا وبيروح علشان يقتله، لكن كانجوفا بيكون لسه عايش وبيضرب القائد بالسيف وبيخلص منه. وابن الخاين لما شاف ان كانجوفا لسه عايش بيقرر انه يكمل مهمته ويقتل كانجوفا اللي كان مصاب. وبتدور بينهم معركة عند الشلال، بس كانجوفا كان كبير وعاقل وبيفضل يقول للطفل انه مش عايز يقتله وانه ما قتلش ابوه علشان بيكرهه، وانه قتل ابوه لانه كان خاين. وبعدها بيهدى الطفل وبيقدر كانجوفا انه يمسكه وبيرجع بيه على الجزيرة. وهناك كل اهل الجزيرة شايفين ان الطفل ده زي باباه خاين وانه لازم يموت، وبيفضلوا يضربوه بالطوب وهو ماشي وكمان بيشتموه، لكن كانجوفا فضل ماسك الطفل وبيحميه من الناس. وبعدها الناس فضلت تقول ان القانون قانون وان الطفل ده لازم يموت زي ما مات باباه، بس كانجوفا بيعترض وبيقول لهم ان عنده حل احسن بكتير من ده، واللي هو ان يرمي الطفل في النهر علشان التماسيح تاكله. بس برضه كانجوفا بيضعف ومش بيهون عليه الطفل انه يموت، ونزل الميه وراها علشان ينقذه، على الرغم ان التمساح كان عنيف شويه وبيقرب جدا من الطفل وبيبدا الهجوم عليه، والطفل عمال يصوت وينادي على اي حد ينقذه. ساعتها كانجوفا ما كانش قدامه حل غير انه ينزل بنفسه ويتعامل مع التمساح ويخلص منه، وبيحط السكينه في بقه وبينط في الميه وبيقف بين التمساح والطفل وبيفضل يعافر ويقتل مع التمساح بكل قوته
قوته، لغاية ما فجأة بنشوف التمساح طلع الطفل من المية ومفيش أثر لكانجوفا. وهنا بيظهر فجأة كانجوفا من تحت المية والتمساح على ظهره، وبيتضح إن كانجوفا قتل التمساح وخلص منه. وبعدها بياخد الطفل معاه اللي كان مصاب إصابات كتيرة وبيطلع به بره المية وبياخده على كهف بعيد علشان يعالجه، وعلشان كمان خلاص كده مش هينفع يرجع يعيش مع قبيلته مع الطفل الخاين. وبيفضل يهتم كانجوفا به وبيربيه وبيهتم بيه، وكمان بيدربه على القتال. وساعتها الطفل بيعيش أجمل أيام حياته مع الراجل اللي كان عايز يقتله من كام يوم، وده لأن كانجوفا اتعامل معاه كأنه بني آدم طبيعي بيغلط وبيتسامح ومفيش أي مشكلة. لكن الرومان ما كانش عاجبهم اللي حصل فيهم، علشان كده لما رجعوا الجنود للقائد المجنون بتاعهم وبيسألهم عن الجنود اللي كانوا في مقدمة الجيش وازاي خسروا من راجل واحد بس وهو مصاب كمان بعد ما تعرض للخيانة، وقبل ما حد من جيشه يرد عليه بيطلع سيفه وبينزل قتل في الجنود كلها واحد ورا التاني، وبيقول لهم هيقتل فيهم اكتر من اللي كانجوفا قتلهم. ساعتها قائد شجاع اسمه توناجان من الرومان قال له يسيب لي انا الموضوع ده وانا هعرف كانجوفا ده بيكون مين. وساعتها القائد بيوافق وبيبعته من جديد مع جيش كبير من اقوى جنود الرومان، على اساس دول هم يعني اللي هيخلصوا الدنيا ويحتلوا الجزيره عافيه كده على كانجوفا. وبعدها بنشوف الجنود والرومان وهم داخلين الجزيره، والمره دي هي مليانه تلج وجليد، وان الرومان كانوا شايفين ان دي حاجه جايه في صالحهم لان البلاد بتاعتهم جوها نفس الجو ده. وفعلا بيدخلوا الغابه والدنيا بتكون ماشيه معاهم حلو خالص، لغايه ما فجاه بتطلع عليهم بنت صغيره وبتقول لهم كويس انكم وصلتوا علشان زهقانين ومش لاقيين حاجه نعملها. وفجاه الرومان بيلاقوا هجوم عليهم من كل مكان ومش عارفين يصدوه، وتونجان مش بيهتم بكل ده وكل همه انه يلاقي كانجوفا، وبياخد البنت الصغيره كرهينه. والبنت بتقول له تعالى ورايا وبتقول له انها توصله لمكان كانجوفا، والغبي طبعا بيصدقها وبيروح معاها لغايه لما بيلاقي نفسه وقع في فخ ومتعلق في الهواء. وهنا بقى بيظهر كانجوفا وبيمسك الحبل وبيفضل يشد فيه لغايه لما بيقسمه نصين وبيحطه في قفص وبيبعته تاني لقائد الرومان، اللي اول ما بيشوف منظر تونجان بيتصدم ومش بيصدق نفسه، وبيقرر انه ينتقم الانتقام الصح علشان يخلص منهم. وبيروح على المكان اللي فيه ابو كانجوفا لان كانجوفا بيكون اكتر شخص بيحبه في حياته، وطبعا لان كانجوفا مش موجود هناك مش هيعرف يدافع عنه. وفعلا القائد بيقدر انه يقتل ابو كانجوفا، وبيبعت رساله لكانجوفا فيها حاجه ابوه علشان يعرفه ان انتقم لموت تونجان. واول ما كانجوفا بيشوف المنظر بيتصدم ومش بيكون مصدق نفسه وبيفضل يصرخ. وهنا بنعرف ان بيكون في حرب قريبه ولازم يكون مستعد ليها كل الاستعداد للمعركه اللي جايه واللي مش هينفع انه يخسر فيها مهما حصل. وبعدها الطفل بيفضل قاعد جنب كانجوفا اللي بيكون مش عارف هيعمل ايه في الكارثه دي، لحد ما فعلا جنود الرومان بيوصلوا علشان يخلصوا من كانجوفا، وبيستغلوا موقف ان باباه مات على ايديهم وان نفسيته مش كويسه وانه موجود لوحده، بس ما يعرفوش ان كانجوفا عامل لهم خطه تمام جدا للحرب دي. واول حاجه بيقف لوحده وهو حاطط كورنر على فروع الشجر وبيسحب الفروع علشان ترمي كور النار على الرومان وتحرق مجموعه منهم. ومش بس كده، بيطلع بعدها على شجرتين وبيفضل يضرب اسهم فيها تعابين على الجنود علشان اللي ما يتصابش من السهم يموت من التعبان، وبكده بيكون بيقتل منهم مجموعه تانية كمان. بس الرومان كان عددهم كبير جدا وبيكملوا هجوم، لكن المره دي كان مستنيهم، واول ما بيقربوا منه بيرمي عليهم حجره تخلص على شويه كمان حلوين وهو واقف مكانه ومحدش عارف يلمسه. وبعدها بنشوف الطفل بيطلع يقف جنبه علشان يحارب معاه، وفي اللحظه دي بتكون العلاقه بينهم اقوى بكتير من علاقه اب وابنه. وهنا بنعرف هو ده السبب اللي مخلي فرانسيس في سنه 2024 حاسس ان في علاقه بينه وبين الطفل، وده بسبب ان القمر مكتمل وده نفس اليوم اللي صاحب فيه كانجوفا. وهنا بنرجع تاني لفرانسيس وبنشوفه هو بيجري بكل قوته وسرعته ورا العربيه اللي بتكون اسرع منه بكتير وبيرمي عليها سلسلته، واللي بيكون عن طريقها بيقدر يتتبع العربيه بتاعه المعمل الروسي لغايه ما بتدخل المينا. وطبعا فرانسيس بيروح وراهم وبيفضل يدور في كل مكان على زيتا اللي مش لاقي له اي اثر، بس بيكون مصمم انه يلاقيه وبيطلع فوق اعلى مكان وبيفضل يبص على اشاره تعرفه مكان زيتا لحد ما بيعرف انه اتحط في طياره خاصه تبع المعامل الروسيه اللي هياخدوه ويهربوا بيه. وبنرجع تاني من جديد لسنه 1070 وبنشوف المعارك بتتقسم نصين. المعركه الاولى بتكون سنه 1070 بين كانجوفا وقائد الرومان اللي كان على المركب بتاعته وبيحارب كانجوفا بكل قوته، واللي كان قوي جدا وكان ماسك كانجوفا وعمال يضرب فيه في كل مكان وكانجوفا مش قادر يقف على رجله. والمعركه الثانيه كانت في سنه 2024 بين فرانسيس اللي نط بالموتوسيكل بتاعه على الطياره قبل ما تطلع من مكانها وبيطلع رشاش وبيفضل يضرب نار على الجنود الروس واللي طلعوا اقوياء هم كمان وقدروا انهم يمسكوا فرانسيس وبيفضلوا يضربوا فيه وهو مش قادر يتحرك. وهنا بنشوف وضع كانجوفا ما كانش احسن من فرانسيس، وبيمسكوا القائد الروماني وبيشيلوا من على المركب وبينزلوا في ضرب، وفرانسيس ما كانش حالته احسن بكتير بعد ما خدوه ورموه من على الطياره، وعلى اخر لحظه مسك في طرف الطياره بالعافيه وكان بيحاول على قد ما يقدر انه ما يقعش منها. وكانجوفا هو كمان في الوقت ده بيتخانق من قائد الرومان، وفي اللحظه دي بيجي الطفل وبيساعده وبينقذه، بس للاسف بيقع في الميه. وبنشوف الجنود الروس وهم عايزين يقطعوا دماغ زيتا وياخدوا مخه ويحطوه في طفل جديد علشان يكملوا تجاربهم، بس على اخر لحظه
بيفوق فرانسيس وبيطلع سكينة من جيبه وبيرميها على اللي كان عايز يقطع راس زيتا. وكمان بنشوف كانجوفا بيفوق برضه وبيمسك قائد الرومان وبيعلقه على شبكة وبينزل ضرب فيه وبيطعنه. وبنشوف الناحية التانية فرانسيس أخيرا بينقذ زيتا وبيكون مبسوط جدا بيه. وهنا بنعرف إن دم كانجوفا بيجري في جسم فرانسيس، وقائد المعمل الروسي ده بيجري في جسمه دم كادوفا الخاين اللي كانجوفا حرقه، واللي بيكون عارف إن فرانسيس هو كانجوفا، وقرر إنه مش هيسيبه لحد ما يقتله، وخطته الجاية إنه يقلب زيتا عليه. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهارده. استنونا في أفلام تانية جديدة، وسلام.